النادي المصري البورسعيدي بيضم باهر المحمدي بعد دفع الشرط الجزائي للإسماعيلي 20 مليون جنيه. صفقة مميزة للمصري انضمام باهر المحمدي. ضمن صفقة ثلاثية، اللاعب الثالث من فيوتشر ينضم لبيراميدز، محمد رضا بوبو لاعبا رسميا في صفوف نادي بيراميدز. خلال ساعات الأهلي هيفسخ تعاقده مع والتر بواليا. اللاعب هيتنازل عن بعض مستحقاته المالية السابقة لدى الأهلي وهيفسخ تعاقده ويبقى لاعب حر. بالإضافة لباهر المحمدي، المصري أيضا بيتعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولين العرب، لاعب مميز ولاعب مهم جدا، وأيضا هيتعاقد مع شكري نجيب لاعب الإسماعيلي السابق ولاعب فاركو الحالي. المصري بيدعم بقوة. نادي الداخلية بيضم عمرو بركات لاعب الأهلي السابق والجونة السابق ومصر المقاصة السابق. صفقة جيدة لنادي الداخلية، لعيب عنده خبرات كبيرة في الدوري المصري. نادي زد بيتعاقد مع محمد أشرف لاعب الأهلي الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة. نادي الداخلية بيتعاقد مع أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الشاب في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي. رسميا نادي الزمالك يتعاقد مع الفراغ.